الحمد لله خلق الأرض فأتقنها وخلق السماء فأبدعها وخلق الكون فأحسن نظامه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الحمد لله أعظم على عباده المنة، وجعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وسببا موصلا للجنة، ورياضة للنفوس المطمئنة. الحمد لله لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله، جل عن مثل يشاكله أو ند نظير يقابله. الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب علام الغيوب. الحمد لله أرسل الرياح بشرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إليك وأقربهم إليك، صاحب الحوض والشفاعة والدعوة المستجابة. سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح. سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي ينزل آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. سبحان من قلوب العباد ونواصيهم بيده، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها. يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويغفر لمن تاب إليه، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأموات والحصى والثرى والرمال. يا من بابه مناخ الآمال ومحط الأوزار، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالقسط قائمين، وعن النيران
مزحزحين وفي الجنان منعمين ولجمال وجهك ناظرين ولجمال وجهك ناظرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. اللهم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. اللهم أخلص به ضمائرنا وأصلح به سرائرنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أي منقطع إليك فلم تصله وأي داع دعاك فلم تجبه. أنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين إليك. إلهنا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا. لا نعرف غيرك فندعوه ولا نؤمن سواك فنرجوه. أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لميقات يوم الدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
اللهم يا من خضعت له رقابنا وفاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له نوفنا، لا تجعلنا اللهم بدعائك أشقياء، لا تجعلنا اللهم بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين، يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا ما رجاه، هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه، وبلغه من الدارين مناه. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادتك ومن همزات الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما ذرأت ومن شر كل ذي شر لا نحيط شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها. اعتصمنا بك ربنا، استدفعنا شر خلقك بك، توكلنا عليك، تعلقنا ببابك، لذنا بجنابك، لجأنا إليك. إلهنا إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجائك وخالص ودك. اللهم أنت أعلم بنا منا. إلهنا وقف السؤال ببابك وصاموا شهرك وسمعوا تلاوة كتابك، منة منك وتكرما، منة منك وتكرما. إلهنا كما مننت عليهم بذلك اللهم فمن علينا وعليهم بالقبول والإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك. إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا، وإن تركتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا، وإن كنت لا تقبل إلا الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا. إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا. يا إلهنا يا حرزنا يا موئلنا، إليك نفزع، إليك نفزع في يسرنا وعسرنا. اللهم حقق توباتنا وقبلها، اللهم حقق توباتنا وقبلها، واشف قلوبنا واحفظها، واشف قلوبنا واحفظها. اللهم ارزقنا الخلد في جناتك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك.
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجانا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك، اللهم أقبل علينا بحنانك وعطفك، واحرسنا بعينك وعونك، واخصصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واغفر ذنوبنا وثبت ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات، وزحزحنا عن النار، وزحزحنا عن النار، وأدخلنا فسيح الجنان. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلا، يا كافي المتوكلين عليه، انقطع رجاء أمواتنا المسلمين الموحدين إلا منك، وخابت ظنونهم إلا فيك، وضعف اعتمادهم إلا عليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا والأقربين. إلهنا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا صلوا علينا، وارحمنا إذا هلوا علينا الترب وانصرفوا. اللهم وارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا، فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم واجعل القبور لنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، اللهم وارحم من سمي بهذا الجامع اسمها، اللهم وارحم من سمي بهذا الجامع اسمها. اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز، اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز. اللهم يا ربنا وارفع منزلتها، اللهم ومد لها في قبرها مد بصرها، اللهم وتجاوز عن سيئاتها، وافتح لها بابا من الجنة.
اللهم واجمعها بوالديها في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أنزل من بركات هذا الشهر ومن بركات هذه الليلة على أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل السجود من الصالحين في سجودهم. اللهم وانزل من بركاتها على والدينا. اللهم وانزل من بركاتها على والدينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم واحفظ آباءنا وأمهاتنا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واحفظه بحفظك، واحرسه بعينك وعونك، واخصصه بأمنك ومنك، ومتعه بسمعه وبصره وقوته. ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فانثر على قبره من شابيب الرحمات. اللهم وانثر على قبره من شابيب الرحمات، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. إلهنا اجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا لفراق شهر رمضان. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. ومن كتبت في سابق علمك من هذا الجمع المبارك أنه لن يدرك رمضان القادم، اللهم فاكتب له أجر صيامه وقيامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال. اللهم إن نواصي إخواننا المرابطين على حدود بلادنا بيدك، وأمورهم ترجع إليك، وأحوالهم لا تخفى عليك. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم وتقبل قتلاهم في الشهداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل يا إلهنا من خذل الدين. اللهم عليك بمن يقتلون المسلمين، اللهم عليك بمن استحلوا دماءنا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم واحم شبابنا منهم، اللهم واحم شبابنا من التكفير والتفجير. اللهم واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم واهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم وفق نساءنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات
بالصحابيات مقتديات، وللنبي صلى الله عليه وسلم متبعات. اللهم قهن التبرج والسفور ومنكرات الأخلاق والأهواء. اللهم كن مع الأرامل والمطلقات والمعلقات، اللهم كن معهم. اللهم أنت أعلم بحالهم منا، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجزه عن المسلمين خير الجزاء وأوفره. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع وشيده، اللهم وبارك لمن بنى هذا الجامع وشيده. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في ولده، اللهم بارك له في زوجه، اللهم بارك له في ماله. اللهم واجز العاملين في هذا الجامع من حراس أمن ومشرفين ومشرفات، اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره. اللهم واجزل لهم المثوبة والأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وأنت المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.